هاي سلام، معكم شيماء ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الوصفه الاصليه ديال المولي كيك بالطريقه الصحيحه ومقادير مضبوطه باش تنجح معنا من اول تجربه. غنشوفوا ايضا جوج انواع ديال لي غاناش في الحشو مع الكراميل كولون اللي طلبتو مني. خلي لايك للفيديو الا عجبكم واشتراك الا كنتي اول مره كتزوري القناه. خدي ورقه وستيلو قيدي معايا المقادير. غنحتاجو 266 غرام من الدقيق الابيض مع 67 غرام من الكاكاو بودر، 333 غرام من سكر سنيده، عندي 200 غرام من البيض ما يعادل 4 البيضات تقريبا حجم متوسط، وعندي 333 غرام من الكريمه السائله، 12 غرام من الخميره. ونبداو مباشره بطريقه التحضير. وفي اناء غناخد 4 ديال البيضات كنطربهم مزيان مزيان عاد باش غادي نعبرهم وناخد منهم 200 غرام فقط. ما غاديش يشات ليا بزاف، راه 4 البيضات تقريبا كيكون الوزن ديالهم قريب ل 200 غرام على حسب الحجم ديال البيض واش كبير ولا صغير، ولكن يستحسن الميزان في هذه الوصفه. راه عطيتكم الوصفه الاصليه ديال المولي كيك. غنضيف عليها سكر حبيبات وحنا كنقولوا ليه السنيده، وغنديرو في البيطخان ولا في الطراب الكهربائي حتى يطلع ليا مزيان مزيان. في الاول سرعه متوسطه ومن بعد كنجهد السرعه في الماكسيموم وتنخليه حتى كيدي لنا تقريبا 10 ديال الدقائق، ممكن اقل على حسب البيطخان ديالكم واش مجهده ولا لا. المهم كيتضاعف الحجم ديالو وتيولي ابيض اللون، تتفتح ليه اللون كنحصلوا على بحال الكريمه. الخليط يكون شويه عاقد. من بعد مباشره كنضيف النواشف اللي هما الطحين الكاكاو والخميره تدريجيا. قسموا الخليط ديالكم على جوج وضيفوه مع الغربال، ولا بد في هذه المرحله واخا يكون مغربل قبل ضروري كنديروا الغربال في هذه المرحله باش كيعطيني ديك التهوئه، حتى هو كيساعد ان الكيك كيجينا خفيف وكيطلع اكثر كيجينا طالع. بعد هنا غنبقى نضيف كيف ما قلت لكم بكميه بكميه، تحريك من التحت للفوق بسباتول. حاولوا تاخذوا شي سباتول تكون قاصحه ماشي هذوك اللي تيكونوا رطبين باش تجيكم سهله في التحراك، لان الخليط ديالكم غيكون ثقيل ما فيهش سوائل نهائيا. وهنا الخليط الكميه الاخرى اللي بقات لي من النواشف تنخلط دائما من تحت للفوق حتى كينسجموا لينا المكونات في بعضياتهم، تنحصل على خليط هكا اللي عاقد. من بعد جانبا غادي ناخذ الكريمه، غادي نطلعها مزيان بالباطور حتى كتطلع ودير البيك ديالها، وغادي نضيفها على الخليط ديال الكيك تدريجيا بنفس الطريقه. كنخلط من التحت للفوق. الطريقه الاصليه راه ما كنضيفوش فيها الكريمه هكاك ليكي، ضروري ما نطلعوها جانبا عاد كنضيفوها على الخليط ديالنا. هنا كنضيفوها تدريجيا، قسموها على جوج ولا على 3 على حسب نتوما. حاولوا ان السباتول تكون قاصحه ما تكونش خفيفه، لان الخليط في الاول تيكون قاصح فاش كنبداو نضيفوا عليه الكريمه، وتدريجيا بهذيك الكريمه كيبقى يتطلق. وهنا ضفت الكميه الاخيره دائما مع التحريك من التحت للفوق حتى كنحصل على هذا القوام كيك اللي هو متجانس كيتوحد اللون ديالو. صافي تنحبس ما كنبالغوش في الخفق. بعد غناخد مول القطر ديالو 15 سنتيم، دهنته بشويه الزبده، شوميزيتو بالبابي كويسون وغندير فيه الخليط. بالنسبه لطريقه الطهي بزاف ديال البنات كيسولوني باش ما تحرقش لكم لا من الفوق لا من التحت، كنهبطوا الكيك ديالنا لاخر رف وكندوبلوا ليه القاعده ديالو. يعني المول ما نجيوش نحطوه في الشبكه ولا في اللاطه ديال الفران مباشره، كنحطوا بينه وبين هذيك اللاطه شي حاجه اللي تكون غليظه، مثلا المقله الثقيله ديال الحرشه ولا شي حاجه اللي يكون السمك ديالها غليظ باش تهز عليها الحراره، وكنديروا في اخر رف يعني كيكون قريب للعافيه لتحت وكيكون بعيد على العافيه من الفوق. الفرن يكون مسخن على 175 درجه لمده ديال ساعه ونص كامله. ما تحلوش عليه ما تطلوش عليه حتى تكمل ساعه ونص وجبدوه. الكيك ديالكم غيكون واجد، غتشوفوا معايا النتيجه ديالو من بعد. هنا بالنسبه للغاناش الشوكولا نوار 73% دائما هو اللي كنخدم به. غادي تاخذوا
300 غرام ديال الشوكولا نواغ 73%، مع 600 غرام ديال الكريمه. في الاول كندير 300 غرام ديال الكريمه سخونه حتى كتذوب لي هذاك الشكلاط. ما دابش لكم ديروه في باماغي. من بعد ضفت عليه 300 غرام اللي بقات ليا الكريمه بارده. كنخلط كلشي مزيان حتى كينسجم الكاناش مع بعضياتو، وغادي نغطيه فيلم اليمونتير ملامس صافي، وغادي نخليه في الثلاجه. هنا غندوز معكم الكاناش ديال الكافي ولا ديال القهوه. غنحتاج فيه 200 غرام من شوكولا بلون غيش، ضروري تكون شوكولا نوعيه جيده. و غنضيف عليه 250 غرام من الكريمه السائله. غادي نديهم في باماغي حتى كيذوب الشكلاط. ما كنخليوش يذوب تماما مده طويله، مره كنحيدو من العافيه من الباماغي وتنخلطو واحد شويه وكنعاود نرجعو باش داك الشكلاط ما كيلصقش ليا لتحت وكيتحرق. هذه الطريقه ديالو. انا ضفت عليه هنا سوا 3 المعالق صغار من قهوه سريعه الذوبان اللي هي غالبا نيسكافيه ولا الجولد ولا اللي عندكم، اولا 6 غرام. الا كانت عندكم قرعه كبيره خذوا منها 6 غرام. ضفتها عليه سواء من الاول ولا حتى يذوب لكم الكاناش اللي بغيتو. يستحسن انها من الاول باش كتذوب مزيان وما كتبقاش لينا في الخليط. انا هنا كنفضل انني نخلط الكاناش ديالي كيف ما قلت لكم باش ما يتحرقش ليا من التحت. وهذه هي النتيجه ديالو. ما خاصوش يبقاو فيه هذوك لي غران ديال القهوه. بقاو ليكم ولا خفتوهم انهم يكونوا بقاو فتقدروا تخدموه هكا بالبغا ميكسور غير شويه، ما تدخلوش ليه الهواء نهائيا، غير شويه باش ما يبقاش هذيك القهوه حتى الشكلاط البيض ما كيذوبش بسهوله صافي. وبنفس الطريقه ديال الكانا الشوكولا نوار غادي نغطيه بفيلم اليمونتير يكون كونتاكت، يكون ملامس كنعتذر ملامس للسطح ديالو صافي. وغادي نخليه البنات بالنسبه للكاناج يا اما ليله كامله في الثلاجه، ليله كامله حداك في البلون طرافاي مكاينش مشكل، ولا الا كنتو مزروبين به راه غير ساعتين في المجمد تجبدوه وتخليوه حتى كيطلق عاد كنطربوه يبقى في ديك البروده ديالو، يبقى غير بارد ما يكونش جامد باش كنطلعوه بسهوله. كنتمنى يكون كلشي واضح، وإلا احتاجيتوا اي سؤال قولوه لي في التعاليق. هنا الكيك ديالي من بعد ما جبدته من الفران تبارك الله جا عالي لان غير 15 سنتيم. هاد الكميه اللي عطيتكم الا ما كانش عندكم غرض بالعلو فغديروها في المول ديال 20، لان هي في الاصل هاد 200 غرام ديال البيض كتجينا في 20 سنتيم في المول ديال 20 سنتيم. انا درته في 15 لانني محتاجه الكيك عالي وما غنخدم بحتى شي كيك اخر، دونك غير هذا، غير المولي كيك بوحدو. البنات جربوه وردوا عليا. هو تيجي قوام ديالو معلك قريب شويه للبراوني، تيجي ثقيل ماشي خفيف بحال الجينواز، ماشي بحال بهادي المولي كيك اللي كنخدم معكم به دائما. فانتوما غادي نتحدوا واش بغيتو هذا ولا المولي كيك. غير هو كيجي بنين المذاق ديالو راه كيجي كيحمق يعني كاين الفرق صراحه، كاين الفرق في البنه تيجي بنين بزاف. هنا بالنسبه للكراميل ديجا شاركته معكم، غادي نخدموا معكم بالزربه. كنحتاج مقله تكون يستحسن تكون بيضه، المهم ماشي ضروري ولكن يستحسن باش كيتحكموا في اللون ديال الكراميل. خديت 100 غرام ديال السكر هكاك حطيته فوق من المقله، وزعته فوق من المقله وخليته على نار اللي تكون متوسطه حتى كيولي كراميل، حتى كيتكرمل مزيان كياخذ داك اللون الذهبي. وضفت عليه 100 غرام ديال الماء غليان يكون مطبوخ مزيان، ضفتو عليه حركت مزيان. البنات الكراميل عطيوه الوقت ديالكم، ما تزربوش عليه في الطياب، العافيه تكون مهيله هي اهم حاجه ولكن تعطيوه الوقت. من بعد ضفت عليه 100 غرام ديال الشوكولا اي نوعيه، بديل شكلاط كالا ماكاو اللي كان متوفر عندكم. وهنا كيف ما قلت لكم كنعطيه الوقت، كنخليه يغلى واحد شويه. وهنا ضفت عليه معلقه صغيره من الزبده، من الاحسن تكون سبيسيال باش كتعطيني مذاق زوين، كتعطي مذاق خطير في الكراميل. وغادي نضيف قبيصه ديال الملحه تكون شويه وافيه، راس معلقه ديال الملحه. الكراميل ما تحطوهش وتمشيو ديروا شي حاجه، اهم حاجه هو انك توقفي عليه تحطيه المكونات يكونوا ديجا معبورين محطوطين حداك. فاش يكون السكر كيغلى حتى الماء يكون كيطيب حداه باش اون فوا يولي كراميل تتكبي عليه الماء غليان وصافي. ما في هو الا جربتيه راه غيولي دائما يصدق معك، وحتى الا ما صدقش عاوديه، يعني راه المشكل فيك درتي شي حاجه غلط.
اما بالنسبه للمقادير راهم مضبوطين، كنعطيكم 100 غرام من كل حاجه، كيعطيني كميه اللي هي معقوله، غتعمر ليكم 3 طبقات مثلا ديال هاد الا كنتو غديروه حشو ممكن تخدموا فيه بزاف ديال الحوايج. انا خدمت معكم به الصابلي كنديرو في حشوات، انا كنحماق عليه حتى المذاق ديالو كيجيني بحال هادوك لي بونبون اللي كنا كناكلو في الصغر، اكلير وداك ما عرفتش، المهم اي حاجه ديال الكراميل غتجيكم بنتو فيها، كيجي بنين بزاف صراحه. ما كنتوش بغيتو تخدموه ديروا نيسلي كراميل نتوما اللي بغيتو. هذا اللي كيعجبني فيه هو انه كيجي كولون، كيجي هكاك مدمع، ولكن ماشي داك اللي اون فوا كتقطعيه تيهبط كله في الطبسيل، لا تيبقى واحد شويه وكيهبط منه واحد شويه. المهم راكم شفتوه معايا في التقطاع في الاول. هنا من بعد كنطربو باش كنحصل على قوام زوين، ماشي ضروري، وغنحتفظ به جانبا حتى غادي يعقد، ماشي ضروري الثلاجه، غير حداكم راه غيولي على هذا القوام. ممنوع منعا باتا انكم تعمروا به الكيك ديالكم وهو باقي سخون، ضروري يبرد، يكون في حراره الغرفه باش كيكون ما يخسرش لينا لي غاناش. مهم بزاف ديال الحوايج، المهم ضروري انه يكون بارد. هنا غادي نقطع معكم المولي كيك، راه تيكون اللون ديالها غامق اكثر من لي كيك الاخرين، لان اول حاجه فيها كونتيتي كثيره ديال السكر، كونتيتي لا باس بها من الكاكاو، ومن الاحسن تكون نوعيه جيده. هذا هو القوام ديالها، كيجي زوين كيف ما قلت لكم، ثقيل ومعلك، ما كيجيش خفيف بزاف، واهم حاجه هو انه كيجي بنين بزاف لذيذ. فقط ان ماشي كاع الناس كيبغيوه، كاين الناس اللي كيبغيو الكيك يكون خفيف، يكون ما يكونش ثقيل. الا كان تعجبك البراوني راه هذا غيعجبك. انا قطعته كيف ما موضح في الفيديو، حطيته جانبا، وهنا غادي ندوز نطلع لي غاناش باش نديرهم في بوش. دائما تنسهلوا علينا الخدمه، لي بوش كيعاونوا بزاف صراحه في الخدمه، باش ان الخدمه كتكون منظمه، وحتى الكونتيتي كتحكمي فيها انها تكون متساويه كاع الطبقات. هنا غنطلع الغاناش ديالي في الاول سرعه متوسطه، واحد شويه 2 دقائق 3 دقائق، وكنزيد في السرعه الماكسيموم. كنطلع الغاناش ديالي مرات نقلب الباطيغ نشوف واش طلع، حتى كنحصل على البيك ديالو يكون واقف على هذا القوام كريمه، وغادي نديرو في البوش. هنا غندوز ديال شوكولا نوار. البنات شوفوا معايا القوام ديالو كيفاش يكون عاقد وثقيل، هنا راه ماشي جامد فقط عاقد، يعني غير البروده ديال المطبخ، يعني حراره الغرفه. هنا غادي نطلعو مزيان حتى يطلع. بالنسبه انا كنخدم 73%، ف 300 غرام ديال الشكلاط درت فيها 600 غرام ديال الكريمه. الا كنتي غتخدمي ب 55%، يعني هو اللي متوفر عند الاغلبيه فيكم، غديري 300 غرام ديال الشكلاط معها غير 500 غرام ديال الكريمه، باش يجيك نفس القوام ويجيك عاقد، ما يجيكش خفيف. وهنا غندوزو مباشره للمونتاج. كيف ما عودتكم دائما، عندي الرودويد في الجناب مع الاطار. غادي ندير اول طبقه ديال الكيك ولا ديال المولي كيك، تنسقيها مزيان، ولكن انا النصيحه اللي كنعطيكم البنات اللي كيخرجوا لي كوموند، يعني ماشي غير ليهم للدار، الطبقه الاخيره دائما ما كنسقيوهاش مزيان، كنسقيوها غير الكونتيتي تكون معقوله، لانها هي اللي كتهز لينا الثقل ديال الكيك كامل. هنا درت الطبقه الاولى ديال الغاناش، غطيت بالكيك وسقيتها عاوتاني، وغادي ندير هنايا طبقه ديال غاناش كافي. البنات لي غاناش بجوج اللي كنعطيكم ما محتاجينش لي بور دو بروتيكسيون، ما محتاجين والو، لانهم بجوجهم اباز د شوكولا، والكونتيتي اللي كندير فيها ديال الكريمه تتكون قابطه مزيان، اللي كتخلي ليا الكيك واقف مده طويله شحال ما بغيتو. ما تخافوش منها نهائيا، فقط التزموا بالكميه. بالنسبه للكراميل تقدروا ديروه في طبقات كاملين ديال الشوكولا. انا هنا درت طبقه ديال الغاناش، وعاودت درت غير لي بور دو بروتيكسيون بالغاناش، الوسط بقى خاوي، هو اللي درت فيه كونتيتي اللي تكون معقوله ديال الكراميل باش ملي نقطعو تهبط. كثروا شويه في هذيك الطبقه. انا حاولت نديرو الوسط باش يجي زوين في التقطاع، ولكن نتوما الا كنتو كتبغيو الحلاوه ولا اللي كياكلوا، المهم ماشي ديابيتيك كلشي زعما قادر على الكراميل، ديروه في طبقات كاملين راه كيجي زوين، ولا خليو غير طبقه واحده. الاختيار كيرجع ليكم. انا كون كان ليا ولا غير الوليدات صغار مثلا، ولا الناس اللي ما عندهمش مشكل في الحلاوه، كنت غنديرو، مي على ود الدار بزمني ولا انا مضطره انني نديرو في طبقه واحده باش كلهم يقدروا ياكلوه. وغادي نكمل
بالمولي كيك تنسقيه، وغادي ندير الطبقه ديال الكافي، نعاود المولي كيك وغادي نسقيه، واخر طبقه ديال الكاناج. وهنا عندي اخر طبقه في المونتاج. فاش كنحطها كنتاكد ان السطح ديالي مقاد ديال الكيك هكا بيديا، تنتاكد انها ما مايله معوجه من حتى شي بلاصه. هاد الحاجه راه كنديروها في كل مره كنحطوا الكيك ديالنا، لان الكيك كيضغط على الكريمه وتيقاد لا فورم ديالو. سقيوها جانبا ولا حتى تحطوها عاده باش تسقيوها، ما كاينش المشكل. كنسقيوها مزيان حتى كتشرب، كنغطيها فيلم اليمونتير وكنحتفظ بها. بالنسبه لكتسولوني واش في الثلاجه ولا في المجمد، راه على حسب نتوما واش مزروبين بها. راه غديروها غير في الثلاجه تشد راسها 4 سوايع ليله كامله شنو ما بغيتو. ما كنتوش مزروبين بها مثلا صوبتوها مده طويله وبغيتو تحتفظوا بها حتى لنهار المناسبه، راه غتفيلم فيلم اليمونتير مزيان وتخليوها في المجمد. فاش كنخرجوها من المجمد ونبغيو نغلفوها بالكاناج، كنخليوها حتى كتندي عاد كنحيدو منها الردويد. هذا مكان. هنا غندوز معكم الكاناج ديال التغليف. كنحتاج فيه 300 غرام من الشوكولا نوعيه جيده. انا هنا خدمت ب 55%، هو اللي كنغلف به، لان 73% كيتشقق. يستحسن انكم تخدموا غير ب 55%. وضفت عليه 150 غرام من الكريمه. دائما الكميه ديال الشكلاط كناخذوا نص ديالو كريمه. غادي نديه الباماغي حتى كيذوب هذاك الشكلاط كنتاكد انه داب صافي، وكنحيدو كنخلطو مزيان مزيان. بان لكم باقي ما دابش رجعوه الباماغي. المهم انكم تحصلوا عليه بقوام بحال النوتيلا، تيجي عاقد وفي نفس الوقت ما كيبقى فيه حتى حبه ديال الشكلاط. انا لان الجو بارد، فهانتوما واخا داب رجعته فوق من الباماغي بلا عافيه، غير في البلان دو طرافاي، وكنحرك مزيان حتى كنحصل على هذا القوام. ضروري تحصلوا على قوام بحال نوتيلا. هنا البنات اللي عندهم مشكل في التغليف بالكاناش، هذا الفيديو ليك. حاولت انني نركز بما ان ما كايناش لاباتا سكر، كاين تزيين غير بالكاناش، فحاولت انني نركز لكم في التغليف باش ما يبقاش عندكم مشكل. حاولوا انكم تركزوا مزيان تشوفوا، لانني ما قطعتش لكم وما جربتش المقاطع اللي هما ضروريين ولا المراحل الاساسيين في التغليف. غادي نغلف جوج ديال الطبقات. الاولى غير كنجمع بها لي غاناش والكريمات وكل شيء ولي كيك. كنحاول انها تكون ماشي مشكل انها زعما تكون غير رقيقه، لان مازال غادي ندير طبقه اخرى. كيف ما شفتوا الفوق كنهبطوه من الفوق والتحت كنطلعوه من التحت للفوق. القوام ديال الكاناش راه مهم ضروري، انه هو اللي ما كيخليناش نجلخوا الدنيا ونعمروا الحاله. ما تخليوش خفيف بزاف كيف تخرجوه من البالماغي تبداو تليسيو به. حاولوا انه يكون في قوام ديال النوتيلا باش يسهل عليكم. هادشي الا كان عندكم قوام خفيف، انا راه من البوطه شفتوه كيفاش كاين ديجا كان ثقيل يعني. غير هو ما كنخدموش بنفس المارك ديال الشوكولا، داكشي علاش كيختلف القوام من عند سيده الاخرى على حساب كل وحده والشكلاط اللي كتخدم به. فالا كان عندكم خفيف بزاف ما تجيش وتكبيه فوق من الكيك، حاولي انك تخليه يبدا يعقد شويه. غلفتوا الطريقه الاولى. المهم نتوما حاولوا انكم كاع تحيدوا الصوت وتصنتوا تشوفوا هذه المرحله مزيان تركزوا فيها. فقط بالنسبه للناس اللي تلقاو مشكله في هذه المرحله وما بغاوش يغلفوا لا بليكسي كلاس لا والو، التغليف الكلاسيك العادي تتغلفوا بهذه الطريقه. صراحه ساهل، كيبغي غير البراتيك تغلفي وتعاودي حتى تتعلمي تلقي يديك، ما كاينش زعما شي حاجه. في الاول ما تنحيدش الزوائد. في الاول هذوك الزوائد هما اللي كنعمر بهم الكيك، تنبقى ندور ونعمر بحال كنلصق الكاناش. من بعد عاد كنبدا نحيد هذوك الزوائد من الفوق ومن الجوانب ايضا. اخر مرحله هي اننا كنسخنوا هذاك الليسور ديالنا، ولا كنديروه في المطايب كنمسحوه وتندوزوه فوق من الكاناش بهذيك السخونيه ديالو تيعطيني ليساج بارفي. في هذه المرحله راه الليسور ديالي سخون، كنديرو فوق من البوطه. بطبيعه الحال حتى كنغسلوه ونمسحوه عاد كنديرو فوق من البوطه باش كيسخن، وتندوزو فوق من الشكلاط كيعطيني داك البريونس، كيعطيني ايضا ليساج اللي هو بارفي، اللي غادي يبان لكم نتوما في العين انه ما فيهش ديفو. صافي بداو تخدموا. هنا غنحتاج هذا البوشوار، غنحتاج ايضا ملمع بانسو باش غادي نخدم،
و دي كوردون باش غادي نشد من الجوانب، وغنحتاج ما تبقى من الكاناج. شو كونتيتي اللي بقات ليا راه غير شويه هي باش غادي نخدم. هاد لي بوشوار راه فيهم بزاف 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 ديال لي موتيف اللي تقدروا تختاروا نتوما الشكل اللي بغيتو. تقدروا ديروا غير طاش صغيره، انا درتها دائري دايره على الكيك كامل. ممكن تبدعوا فيها كيف ما بغيتوا في التزيين. انا نشارك معكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها، الطريقه الناجحه والصحيحه، وانتوما زينوا كيف ما بغيتوا. كنثبتها هكا بلي كوردون في الجوانب بكل سهوله. بالنسبه للكاناش راه كيف ليسيتو خليتو في الثلاجه تقريبا 10 ديال الدقائق حتى كيجمد. ما تخليوش مازال كيتلصق وتبداو تخدموا عليه، خصو يكون ناشف. من بعد سخنت هذيك الكميه اللي بقات لي ديال الكاناش غير شويه، غير كونتيتي زعما قليله، سخنتها في البان ماغي وغادي نبدا نليسيها من الفوق. غير اللي غادي تعمر لي دوك الحفيرات اللي كاينين، وكندوز بالكغاطواغ باش كنحيد هذوك الزوائد كاملين. ولا بد نخليو غير الحفيرات اللي عامرين بالكاناج، لو غيست كله يكون نقي، باش فاش كنحيدوها الخدمه كتكون نقيه. وهذيك الرشمه ما كتجيش عاليه على الكاطو، كتجي في بلاصتها. من بعد ببانسو غادي ناخذوا هذيك البودغ ديال الدوغي وكندوزها عليه. كنحاول نعمر مزيان مزيان هذوك الفراغات. صافي كنحيد لي كوردون وتنزولها بكل سهوله. كتعطي جمال لايغ كيك ديالنا، كتجي زوينه انيقه. وكيف ما قلت لكم راه تقدروا ديروا غير واجهه وحده ولا ديروا غير قطعه منها، ماشي ضروري تدوروها عليها كامله. انا كملت الجهه الثانيه اوف كاميرا باش ما نطولش عليكم الفيديو حتى حصلت على هذه النتيجه. هنا بغيتو ديروا لي دريب من الفوق تقدروا، بغيتو المهم تزيين كيبقى اختياري. البنات حتى اللي كيخدموا بكريم بوغ حتى هي بنفس الطريقه تخليوها غير تقصاح ولا تنشف وديروا فوق منها البوشوار. المهم نفس الطريقه ديال الكاناج. هنا طلعت شويه ديال الكاناج مونطي ولا موسي، لما كانش بقى عندكم الكاناج طلعوا شويه ديال لاموس شوكولا وزينتها هكا من الفوق. تقدروا ديروا لي دريب، تقدروا تزينوا كيف ما بغيتوا. انا هنا بما انه الكاطو درتو في الانيفرسير ديال بابا كيحماق على شي حاجه سميتها شوكولا وشوكولا نواغ بالضبط، فانا زدت ليه من الفوق شنو سميتهم لي تروف بشوكولا نواغ، درتهم من الفوق. وغادي نقطع معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش تجي. هذاك الكراميل كيجي كولون وكيف ما قلت لكم بطريقه معقوله، ما كيهبطش هكا كيجري وتتبقى بلاصتو خاويه. بالعكس كيجي عاقد، قوام ديالو زوين، معلك كيف ما خاصو يكون الكراميل. والمذاق ديال المولي كيك بغيتكم تجربوها باش تعرفوا الفرق بينها وبين لي جينواز ولا بديل ديالها. الانسان كل ما جرب الحاجه كل ما تيبقاش عنده الفضول يعرفها شنو هي، بالعكس كيعرف المذاق ديال كل حاجه، كل حاجه امتى محتاج نخدم بها وامتى نتفاداها. قوام ديال لي غاناش تيجي عاقد شاد فراسو، ما محتاجين لا جيلاتين لا حتى شي حاجه. وهنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش من لايك، اشتراك في القناه الا كنتو جداد، والى فيديو قادم ان شاء الله.